صراحة يا جماعة أنا ما كنتش متوقع إن المنتزه بعد التجديد بالجمال ده كله. لازم تتفرج على الفيديو للآخر. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فلوج النهارده عن المنتزه، مكان من أحلى 3 أماكن موجودة في اسكندرية، وثقة في الله الفيديو هيكون جامد جدا، فنصيحتي ليك كمل الفيديو للآخر. يا جماعه انا مقسم الفيديو ل5 اجزاء. اول حاجه خالص هقول لك تقدر تعمل ايه في المنتزه، تاني حاجه هتكلم عن قصر المنتزه، تالت حاجه هقول لك ايه الحاجات الجديده اللي اتبنت جوه المنتزه، رابع حاجه هتكلم عن شواطئ المنتزه عشان الناس اللي عايزه تيجي تصيف في المنتزه، خامس حاجه هقول لك على الاماكن الحلوه اللي تقدر تتصور فيها. يلا بينا نبدا رحلتنا بسم الله. طيب يا جماعه زي ما شايفين اهو، تذكره ب 25 جنيه. في وجهة نظري بعد التجديدات بعد الغلو اللي احنا بقينا فيه، 25 جنيه عشان تدخل المنتزه سعر حلو جدا، ويا رب ما يغلوش عن كده. يا جماعة قبل ما اقول تقدروا تعملوا ايه تاني في المنتزه، في ناس اكيد سألت هل هقدر امشي بالعربية داخل المنتزه ولا لا. لا، مش هتقدر تمشي بالعربية داخل المنتزه. في جراج ب 50 جنيه تحط فيه عربيتك. طب انت عايز تتنقل صعب التنقل، المنتزه كبيرة جدا. المنتزه اكبر مساحة خضراء في الساحل الشمالي كله، في البحر المتوسط كله، اكبر مساحه خضراء جنب البحر على طول، فمساحه كبيره جدا. طب هتعمل ايه؟ في عربيه اسمها جولف، عارفينها طبعا كلنا. العربيه دي بتأجرها ب 20 جنيه وبتوديك المكان اللي انت عايزه. طيب يا جماعه مبدئيا كده اول حاجه تقدر تعملها في المنتزه انك تأجر عجل. مفيش اجمل من كده الصراحه. تمام. طيب التأجير بكام؟ النص ساعة ب50 جنيه العجلة الكبيرة. طب للأطفال العجلة الصغيرة النص ساعة عاملة 25 جنيه. دي أول حاجة تقدر تعملها في المنتزه. تاني حاجة تقدر تعملها في المنتزه هي إن أنت تجمع أصدقائك والعيلة وتقعدوا قعدة حلوة كده، وتجيبوا الشواية وتشووا لحمة وكفتة وصدق وتقعدوا أحلى قعدة. دي تاني حاجة بعد أول حاجة اللي أنت تأجر عجل وتنطلق. تالت حاجة هي إن أنت في ارض خضراء كبيره جدا جدا جدا، اكبر ارض خضراء جنب البحر على طول. المنتزه ارض خضراء في كل حته. تمام. فانت ممكن تجمع العيله تلعبوا اي لعب. عايز تلعب كوره انت واصدقائك، عايز تلعب كوره انت وعيلتك وعيالك الصغيره، عايزين تلعبوا لعبه المنديل، عايزين تلعبوا راكت، عايزين تلعبوا اي لعبه فيها نشاط تقدروا تعملوا كده في المنتزه. رابع حاجة ما ينفعش تيجي المنتزه من غير ما تاخد أحلى صور ممكن تاخدها طول عمرك، تعمل أحلى فوتو سيشن. تمام؟ يبقى دي رابع حاجة، إن أنت تتصور صور حلوة. طيب يا جماعة العظمة اللي ورايا دي اسمه قصر الحرملك، حاجة أثرية من سنة 1925 اللي بناها الملك فاروق على يد المهندس الإيطالي فيروتشي والمهندس المصري حسن باشا العدوي. حاجة كده فوق العظمة بشوية. القصر اللي قدامنا ده قصر السلاملك، أقدم من قصر الحرملك اللي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892 عشان يكون استراحة ليه هو وزوجته مي ترك. يا روقانه ويا دلعه. أول حاجة جديدة شفتها في المنتزه يا جماعة هي الترام اللي قدامكم ده. في البداية بحسبه هيتحرك وكده في الصيف، لكن اكتشفت إن هو هيكون مطعم إن شاء الله، هيفتتحوه قريب إن شاء الله. اجمل حاجة عملوها جديدة هي البحيرات. عملوا 4 بحيرات جنب بعض بيفصل بينهم شلالات، والمنظر جميل جدا ومريح للاعصاب، والهواء نقي وحاجة كده هتمتعك وهتخليك مبسوط ورايق على الاخر، والمنظر حقيقي فوق الوهم، عظيم وحاجة تحفة بجد. الحاجات الجميلة جدا اللي طوروها هي برج الساعة. برج الساعة اعادوا ترميمه وبنوه من تاني وعملوا له صيانه وظبطوا الدنيا خالص، وده شيء جميل جدا، منظره تحفه، يحسسك ان انت احلى من اوروبا. قدامكم ده يا جماعه ان شاء الله هيكون في مطاعم وفي كافيهات، وممكن يحطوا حاجات تتباع فيه كمان. تمام. وانا شايف دي حاجه كويسه، لان المنتزه تقريبا ما فيهاش مطاعم خالص، فان هم يحطوا مطاعم هنا دي حاجه كويسه عشان الناس يعني بتجوع وتقدر تاكل. ان شاء الله الاسعار ما تبقاش غاليه قوي يعني. دلوقتي يا جماعه هنعدي البريدج الجامد جدا. الجسر الجامد جدا اللي معمول من الصخر. لو رجلي فلتت ايه، كل سنه وانا طيب. يلا بينا نعيش المغامره سوا.
لما تيجوا لازم ايه تمشوا المشيه دي برضه. ربنا يستر. ايه يا جدعان على جمال اسكندريه. يلا يلا نكمل يلا نكمل. يا رب بس مفيش عيل صغير يزقني. ايه طيب يا جماعه، بالنسبه للشواطئ، زمان كان في شاطئ اسمه فينيسيا كان هنا، تمام. فينيسيا ده كان اجمل شاطئ موجود في اسكندريه، كان دايما انا وعيلتي بنيجي ننزل فيه. دلوقتي الجديد انهم عملوا على الضفه التانية من الكوبري اهو الشاطئ ده. اسمه المنتزه باي، وسعر التذكره 125. والله اعلم حلو ولا لا، انا ما جربتوش. اللي قدامنا ده يا جماعه اسمه كوبري العشاق، واعتقد ان هم بيرمموه، انا شايف عمال بيشتغلوا فيه يعني. ودوت اسمه فنار المنتزه. ده بقى ايه قصر الحرملك بتاع الملك فاروق. عظمه عظمه عظمه. تخيل انت كده تبقى ملك وتيجي تستريح هنا وتشوف المنظر الروعه ده. تمشي شويه كده وفي ايه بقى القصر اللي اتبنى قبليه، قصر السلاملك اللي هو الخديوي عباس بناه. عظمه يا جدعان، اقسم بالله اسكندريه اجمل من اي مدينه تانية. يا جماعه اول مكان انصحكم ان انتوا تتصوروا فيه هو الكوبري ده. مكان تحفه، بالذات لما يخلصوا الترميم بتاعه هيبقى جامد جدا. ده اول مكان. طبعا المنتزه كلها تتصوروا فيها، بس انا قلت لكم هقول لكم احلى 3 اماكن تتصوروا فيها، وده اول مكان الكوبري الاحمريكا ده. تاني اجمل مكان تقدر تتصور فيه هو البحيرات. 4 بحيرات جنب بعض، اللي اعتقد لو ظبطت صورة حلوة ونزلتها على السوشيال ميديا، صحابك اللي ما يعرفوش ان البحيرات دي موجودة في اسكندرية هيقولوا لك ايه ده، هو انت سافرت اوروبا ولا ايه؟ تالت مكان انصحك تيجي تتصور عنده هو ال1000 شجرة. طيب يا جماعة، انا في نهاية كل فيديو بحب اقول كوت النهاردة هو The magic you are looking for is in the work you are avoiding. يعني السحر اللي انت بتبحث عنه ده هتلاقيه لما تعمل الشغل اللي انت مش حابب تعمله. يعني على سبيل المثال النهارده صحيت من الصبح لقيت الجو ساقعه جدا جدا جدا، ثلج حرفيا والدنيا بتشتي. كان ممكن بكل سهوله اللي انا اكسل وما انزلش اعمل الفيديو ده النهارده. كان قلت لا، the magic I looking for isn't the work I am avoiding. السحر اللي انا ببحث عنه في العمل اللي انا ممكن اكون بتجنبه او ممكن التمس له عذر. عشان كده يا جماعه دايما انضبط. self discipline is the most important thing in the world. اهم صفه تبقى ليك، اطفال بيتفرجوا عليا، اهم صفه تبقى عندك هي السيلف ديسيبلين. يعني ساعات انت هتبقى حابب ان انت تروح الشغل، واوقات تانية كتير هتبقى مش حابب ان انت تروح الشغل. في جميع الحالات تجبر نفسك ان انت تروح الشغل، ساعتها قدام هتلاقي السحر اللي انت بتبحث عنه وهتعيش الحياه اللي انت بتتمناها. تنساش تتفرج على الفلوجات اللي فاتت، تتفرج على الفلوجات اللي جايه، تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. سلام.